بعد القلق والخوف من الصفقات مفيش بداية أحلى من الفوز في أول مباراة. وكل الأخبار اللي معايا في الفيديو ده هتخص نادي الزمالك. وأول خبر معانا بعد ما جه اللاعب خوان ألفينا لمصر وانتظم في التدريبات مع نادي الزمالك نال إعجاب المدرب وشكله هيكون متواجد في ال 18 لعيب للمباراة القادمة. وغير كده كمان إن هو لبس رقم 33 للموسم الجديد. والخبر الثاني اللي معانا توقيع غرامه 100,000 جنيه على نادي الزمالك بسبب السباب الجماعي لجماهير نادي الزمالك ضد اللاعب السابق لنادي الزمالك. وغير كده انا حابب اقول ان الموضوع ده المفروض ما يحصلش تاني لان جماهير نادي الزمالك اكبر من كده. والخبر الثالث اللي معانا مدرب نادي الزمالك يانيك فيريرا خلاص استقر على استمرار حارس نادي الزمالك محمد صبحي لحراسه مرمى الفريق امام المقاولين العرب للمباراه القادمه. والخبر اللي معايا يخص الاعلامي ماركو مراد المشجع الاهلاوي المعروف، قال على صفحته الشخصيه ان هو النهارده شاف حاجه غريبه على صفحه رابطه الانديه، منزله اسيستات كتير قوي لزيزو مع ان النادي الاهلي تعادل في اول مباراه. هل رابطه الانديه بتعمل كده لكل لعيبه الدوري المصري ولا لزيزو فقط عشان راح للنادي الاهلي من نادي الزمالك؟ والخبر الرابع اللي معايا يخص اللاعب عمرو ناصر نال اعجاب المدرب الفني لنادي الزمالك. وغير كده خلاص هيدخلوا ضمن ال 18 لاعب للمباراه القادمه على حساب سيف الجزيري. والخبر الخامس اللي معايا اداره نادي الزمالك بتصرف مكافآت الفوز على سيراميكا كليوباترا وفقا للائحه للاعبين. والخبر اللي معايا يخص الفنان المشهور الزملكاوي مراد مكرم، نزل على صفحته الشخصيه بيقول ارجو من اتحاد الكره اعتماد كل الاحداث المعروضه في التلفزيون بجانب تقرير مراقب المباراه لكل الماتشات اللي جايه عشان تكون بدايه خير. والخبر السادس يخص اللاعب احمد حمدي يدخل حسابات مدرب نادي الزمالك لمباراه المقاولين القادمه بعد تالقه في التدريبات. والخبر السابع اللي معايا ابن اللاعب عبد الله السعيد خلاص مضى مع ناشئين نادي الزمالك وبقى لاعب في نادي الزمالك، واللاعب ده مهاري جدا وعامل زي ابوه. والخبر الثامن اللي معانا اداره نادي الزمالك تقدمت بشكوى رسميه ضد الاعلامي احمد شوبير بسبب هجومه المستمر على نادي الزمالك. والخبر التاسع يخص اللاعب احمد فتوح بعد ما قدم اعتذار رسمي لاداره نادي الزمالك على المشكله الاخيره خلاص رجع واتدرب تدريبات انفراديه ودلوقتي هيرجع تاني يتدرب تدريبات جماعيه مع الفريق. والخبر اللي معايا يخص اللاعب عدي الدباغ خلاص مدرب نادي الزمالك جهزه للمباراه المقاولين العرب ان هو هيكون مهاجم نادي الزمالك في المباراه. والخبر الاخير يخص اللاعب شيكو بنزا مدير الكره بنادي الزمالك حذره ان ده التحذير الاخير ليه. وهي دي الاخبار اللي كانت معايا النهارده وحابب اشوفكم في حلقه جديده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.